القطع والوصل. سوف نتعرف عليها وعلى مواضيعها وكيف تكتب وتلفظ. لتبدأ همزة القطع. مرحبا أصدقائي، أنا همزة القطع. أرسم على شكل همزة وألفظ في أول الكلام وفي أثنائه. والآن سأعرفكم على مواضيع الذي أكون موجودة بها. فلتتفضل الموضوع الأول. مرحبا يا أصدقائي، أنا الموضوع الأول لهمزة القطع، وأتي في كل حروف مثال إلى أن أو. وأنا الموضع الثاني لهمزة القطع في كل الأسماء عدا الأسماء العشرة. وأنا الموضع الثالث لهمزة القطع. أولا ماضي الثلاثي ومصدره مثل أخذ أخذا، وماضي الرباعي أمره ومصدره مثل أقبل أقبل إقبال. وأنا الموضوع الرابع لهمزة القطع، همزة الفعل المضارع، مثال أنسى. شكرا لكم. فلتتفضل همزة الوصل. مرحبا أصدقائي، أنا همزة الوصل. أرسم على شكل ألف، ألفظ في أول الكلام ولا ألفظ في أثنائه. والآن سأعرفكم على مواضع التي أكون موجودة بها. مرحبا يا أصدقائي، أنا الموضوع الأول لهمزة الوصل. أنا الأسماء العشرة: ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، اسم. وأنا الموضع الثاني لهمزة الوصل. التعريف مثال المدرسة، الشمس. وأنا الموضوع الأخير لهمزة الوصل. فعل الماضي الخماسي وأمره ومصدره مثال انتظر، انتظر، انتظار. وفعل الماضي الثلاثي وأمره ومصدره مثال استعمل، استعمل، استعمال. أمر ثلاثي غير مبدوء بهمزة مثال اكتب. شكرا لك يا مواضعي. نشكركم جميعا على حسن استماعكم، مع تحياتي للجميع. لغتي أنغام وحروف، لغتي أصوات وصروف، لغتي بحر، لغتي در، لغتي غيث أرض تزهر. لغتي حرف لا يتلكع، كلم أنقى صوت يسمع. لغتي قافية موزونة، شعر يطربنا بفنونه. لغتي أنغام وحروف، لغتي أصوات وصروف، لغتي بحر، لغتي در، لغتي غيث أرض تزهر.